يدرس الخبراء المعنيون إنشاء نهر جديد يربط نهر الكونغو ليصب في نهر النيل ويضاعف نسبة المياه به إلى 4 أضعاف. وفي هذا الشأن عقدت ندوة بكلية الهندسة في جامعة القاهرة اليوم للخبراء المعنيين تناولت تفاصيل المشروع الذي من المقرر أن يخرج مصر من دائرة الفقر المائي خلال بضع سنوات. بيضخ في المحيط الأطلسي 42,000 متر مكعب في الثانية الواحدة مياه محترمة. نهر جديد سيولد لأول مرة في التاريخ سيكون على أيادي مصرية، يربط بين نهر الكونغو الفائض بمليارات الكيلومترات من المياه المكعبة وبين نهر النيل ليزوده بأضعاف ما يحتاج من مياه تؤمن مستقبل مصر المائي. وقد تحسم الجدل الدائرة حول التخوفات من دخول مصر مرحلة الفقر المائي، سواء بسبب بناء سد النهضة أو لنقص حصة مصر من المياه خلال السنوات الماضية. هننشئ أول نهر ينشئه بشر على وجه الأرض إن شاء الله، وهذا النهر هيكون أقل حاجة ضعف إيراد نهر النيل، أقل حاجة يعني ممكن جدا يبقى 4 أضعاف. 4290 كيلومتر طول النهر الجديد يؤمن مستقبل مصر المائي ويحدث تنمية بالدول الإفريقية التي يعبر أراضيها، ما يجعلها شريكة في المشروع ويضمن تعاونها مع مصر في إنشاء النهر دون عراقيل. هم أصدقاء وأشقاء، مش ممكن ان هو هيرفض لك حاجة وانت هتعمل له مشروعات تنمية. عشان كده احنا هنا بنشتغل مع كل الأقسام الموجودة في الكلية، طرق، كباري، تخطيط اقليمي، تخطيط عمراني، تصميمات معماريه، هيبقى في عندك قرى بتنشأ، في عندك مدن بتنشأ، كل دي تنميه لهذه الدول. انت ما بتخشش تقول للدوله انا هاخد منك او اسمحي لي مرور الميه دي، لا انت بتنشئ التنميه بتاعتها وبتبقى شريك معاهم. شركة مساهمة مصرية خالصة يشارك فيها كل مصري هي من ستمول انشاء النهر، ما يجعله مشروعا قوميا يلتف حوله كل وطني. ماليا حاجة بسيطة جدا، هي شركة مساهمة مصرية اسهمها ستطرح في البورصة للمصريين، بس مش كلها، في تمويل بنوك هيحصل ان هذه الاسهم مفيش ولا سهم مالك له هيبيع لواحد اجنبي، هتظل مصري، لان احنا بنتكلم على مصر. مشروع وبحسب الخبراء يعطي مصر ورقة ضغط في مفاوضاتها المستمرة مع دول الجنوب حول سد النهضة، فلم تعد أصابع المصريين بين أنياب أحد. بينما يؤكد الخبراء دخول مصر مرحلة الفقر المائي، يأتي مشروع نهر رابط بين نهر الكونغو ونهر النيل كطوق نجاة يؤمن مستقبل مصر المائي، ويحاول أحلام الطامعين هناك بالسيطرة على شريان حياة المصريين إلى سراب. حازم كمال، التلفزيون المصري.